لو انا حلفت لك ان ده اروق واجمل مكان قعدت فيه في الغردقه مش هتصدقني. المكان مش بس هو حلو، ده كمان رومانسي جدا جدا جدا. دي مش مجرد قعده، ده قعده على بحر الغردقه بجماله ودلاله. عايز اقول لكم ان انا على مدار 3 ايام قعدت فيها هنا في المدينه الشبابيه كنت بعشق القعده هنا على بحر الغردقه. البحر الناحيه التانيه عايز افرجكم عليه. تقعد هنا من الساعه 7 مساء لحد الساعه 4 الفجر. عايز اقول لكم القعده مهما اوصف لك جمالها ممكن ما تتخيلهاش. بصوا عامله ازاي، الهوا بيجي هنا بيضل إنه يخبط فيك ومتعه. تعالى كده ايه ناخد كده جوله في قلب المكان وهتشوف ادي البحر اهو. البحر بقى بامتداده احلى لحظه بقى لحظه الغروب. يعني بص كمان في قعدات تانية اهي على الرمله. طيب تعالى بقى ايه ناخد كده جوله في قلب المكان. طيب طبعا في ايه قعدات، تمام اهو قعدات. وكمان بقى لو انت جيت هنا انت واولادك هتلاقي في خيل وفي احصنه وفي كل اللي انت عايزه هنا في المدينه الشبابيه في الغردقه. طبعا فيها اقامه، الدخول ببلاش، يعني الدخول هنا ما بعد الساعه 7 مثلا، او ممكن انت تيجي الصبح لحد الساعه 2 4 الفجر. بس اهم حاجه وانت داخل هتقول على البوابه انا داخل للكافيه او الكافيتيريا، مفيش حد هيقول لك اي حاجه خالص. الشغل بقى اللي هو الشغل الحلو بقى بيبدا بقى، او القعده البدويه من بعد الساعه 7 مساء. بتبدا بقى تستعد وتجهز عشان تقعد احلى قعده بجد في قلب الغردقه. طيب المشروبات هتقولي بقى طب ما دي كده انا هدفع فيها يعني دم قلبي. هقول لك لا، انا هوريك المنيو. يعني الشاي مثلا سكه 30 جنيه، ده اقل حاجه انا شفتها هنا. لكن لو انت قعدت محدش هيقول لك اي حاجه. ازازه الميه ب 20 جنيه. في برضو قعدات طبعا هنا مفتوحه، يعني اوبن اريا اهي، دي مفتوحه اهي. وفي كيدز اريا بقى لو معاك اولادك هيقدروا يجوا ويستمتعوا بالاجواء هنا. وزي ما قلت لك في خيل برضو، يعني لو انت بقى من هواة الجري بالخيل هنا هتقدر تيجي وتستمتع بالاجواء العالميه حرفيا 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 هنا. طبعا إحنا لسه اهو معاكم بنلف في قلب المكان، ودي تقريبا اكتر قعده عجبتني ولقيتها على قد الايد هنا في الغردقه. يعني ايه مثلا الواحد ممكن ياخد كوبايه شاي ب 30 جنيه ويقعد في الاجواء الساحره دي لحد الساعه 4 الفجر. ادي الكيدز اريا اللي كنت بكلمكم عليها دي طبعا فور فري للاهالي او الناس اللي طبعا اولادهم فيه قاعدين هنا في القعده البدويه او قاعده في الكافيتيريا. وطبعا اي حد هنا موجود في الغردقه انا برشح لك المكان ده، حقيقي تحفه.